السلام عليكم. كمان أنا ما راح أطول بالكلام. بارك الله بالشيخ أبي مجاهد على كلامه الطيب، لكن أيضا في مثل هذه الذكرى لابد لنا أن نتذكر بأننا في يوم من الأيام سوف نرحل عن هذه الدنيا، وأنه لا بد من الموت، ولكل واحد منا أجل. فليتفكر الواحد منا في مثل هذه الأيام المباركة التي كانت فيها الانتصارات وكان فيها العز والفخر والنصر للمسلمين بتمسكهم بدين الإسلام، هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه، هذا الدين الذي أعزنا الله به، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ليس لنا لا نصر ولا عز لنا إلا بالتمسك بدين رسول الله، إلا بالرجوع إلى الله، إلا بتقوى الله. التقوى السلاح الأقوى. ليس لنا إلا أن نتقي الله عز وجل في السر والعلن، ففروا إلى الله. طول ما إحنا بعيدين عن طاعة الله، الأمم ملل الكفر ستتكالب علينا وتأكل من هذا الجسد. نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تداعى عليكم الأمم كتداعيهم على قصعة من الطعام، يحيطون بكم من كل صوب. قصعة يعني مثل الصحن، هاي خشب كانوا يأكلوا فيها زمان أيام الصحابة، أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي شبه ومثل، أعطى مثلا، شو كيف بيقعدوا الواحد حوالين الأكل هيك. قال: تتداعى عليكم الأمم كتداعيهم على قصعة من الطعام، يحيطون بكم من كل صوب. أم سألوه للنبي عليه الصلاة والسلام: نحن يومئذ كثير أم قلة؟ قال: بل أنتم كثير، نحن ما يزيد على 1,000,000,000. قال: ولكن الوهن يدخل إلى قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، كراهية الجهاد، شغلتنا الدنيا ولحين الدنيا، وحب الدنيا استولى على قلوبنا، وحب الدنيا إذا استولى على القلب أسر، ورأس كل خطيئة شو؟ حب الدنيا. لذلك أنصحكم بتقوى الله، أوصيكم بطاعة الله، أوصيكم بالتوبة. توبوا إلى الله في هذا الشهر، توبوا إلى الله. ولا يدري الواحد منا متى يموت ومتى يخرج من هذه الدنيا الفانية التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. توبوا إلى الله إخواني وأخواتي، الموت منا قريب والله علينا رقيب، وجهنم قعرها بعيد وحرها شديد. من منا يتحمل حر الدنيا فكيف بحر الآخرة؟ فكيف بعذاب الله؟ عذاب الله ليس بشيء هين، فلنتق الله فيما أمر، فلنتق الله ولنعمل بما يرضي الله.
اسمعوا، صلاح الدين قعد 30 سنة لجهز الجيوش ويصلح داخل هالأمة، لأن كان في خلافات وكان في ضعف مثل هلا. 30 سنة بس ب 13 ساعة أو 8 ساعات أخذ بيت المقدس. 30 سنة عم بيصلح بحال الأمة، وكان من اهتماماته كان يعلم الناس العقيدة، كان يؤمر المؤذنين على المآذن يعلموا العقيدة، وعند الكتاب كمان يعلموا العقيدة، لأن نحن نصرنا بتعلم العقيدة، بعقيدة رسول الله وبعقيدة المسلمين. طب شو جاء في هذه العقيدة؟ سميت بعد ذلك العقيدة الصلاحية. شو اسمها العقيدة الصلاحية؟ هي كان اسمها جواهر الأصول، كان اسمها جواهر الأصول وحدائق الفصول. بعد ذلك لأنه اهتم فيها صلاح الدين سميت بالعقيدة الصلاحية، وصارت تعرف بالعقيدة الصلاحية. طب ما جاء في هذه العقيدة؟ في هذه العقيدة النقية الطيبة، اسمعوا شو كان يعلمهم صلاح الدين. عشان هيك عم بقول لكم ما إلنا إلا أنه نرجع إلى ديننا، ولا نصر ولا عز لنا إلا بدين الإسلام. قال: وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيهه، فقد كان موجودا ولا مكان، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. فقد غلا وزاد في الغلو من خصه في جهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء. الله عز وجل خلق العالم ولا يحتاج إلى العالم، خلق العالم وكان قبل العالم، خلق السماء فلا يسكنها، خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، موجود بلا بداية باق بلا نهاية، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. الله عز وجل موجود لا كالموجودات، موجود ليس لوجوده بداية وليس لوجوده نهاية، موجود بلا كيف وبلا مكان. هذه عقيدة صلاح الدين من أكثر من 900 سنة. ما جئنا بشيء جديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان علم الصحابة وكان يقول: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله قبل السماء والأراضين والعرش والكرسي، وكان قبل كل شيء، كان قبل الأنهار والأشجار والبحار والإنس والجن والملائكة، وبعد أن خلقهم لم يزل موجودا كما كان، موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان. وأوصيكم بالحفاظ على دينكم وعلى الإسلام. احفظ إسلامك بالتمسك بدين الله. إياك بسبب الغضب أن تسب الله أو أن تسب دين الإسلام أو أن تسب ملكا من الملائكة أو أن تسب الصلاة أو الصيام أو يوم الجمعة أو العيد الفطر أو العيد الأضحى أو أي شعيرة من شعائر الإسلام. حافظ على إسلامك كما قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عليك أن تحافظ على إسلامك، عليك أن تحافظ على طاعة الله حتى يأتيك الموت، عليك أن تثبت على دين الله. أسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار. اللهم ألطف بأهل غزة يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رمي المجاهدين في غزة. اللهم احفظهم وسدد رميهم يا أرحم الراحمين.
واجعل الدائرة تدور على اليهود يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم فجر دباباتهم وطائراتهم يا أرحم الراحمين، فإنهم لا يعجزونك يا الله. اللهم الطف بأهل غزة، اللهم اشف جرحاهم، اللهم اشف جرحاهم وارحم شهداءهم يا أرحم الراحمين، وانصرهم نصرا مؤصلا يا أرحم الراحمين، فإنك على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما يا أرحم الراحمين، وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. قمرون نسمع جئتك صعبا
صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا وعلينا سادتي منا دخلنا روضة الجنة وصلينا بها السنة وعم الكل بالنعم يا إمام الرسل يا سندي يا تمام الله لمعتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن حبل الله يا أملي يا ملاذ الخائفين عجلي أضحت يا رام الرسل وبغوث الحلال حلني عقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت أمام الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي هو كده الحب يكون هو كده الحب يكون بحب النبي بجنون هو كده الحب يكون بحب النبي بجنون حلو البسمة والعيون يا جمال المصطفى هو كده الحب يكون حب النبي أمر والناس ذوب يا مقلوب الناس حب النبي أمر والناس ذوب يا مقلوب الناس وانا قلبي دايب خلاص في جمال المصطفى هو كده الحب يكون لقلبي دليل يا بدل للعرائيل حب النبي لقلبي دليل يا بدل للعرائيل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل سلم على هادي يا دليل 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 سلم على هادي يا دليل حب النبي لقلبي دليل يا بدل للعرائيل حب النبي لقلبي دليل يا بدل للعرائيل الله زي نبينا ما في مثيل يا جمال المصطفى هو كده الحب يكون
البخيل عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله عنكم حافظين الحديث. يلا مع بعض. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فنحن شو عم نعمل؟ جلسة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بكامل الحب. قديش عنا حب بدنا نطلعه على سيدنا النبي، بدنا نترجم هذا الشيء بأصواتنا. صلى الله ما شاء الله. الله كمان الله صلى. فشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا. فشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا. رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله. أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه. أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه. فوضت الأمر إليه فاختر لرسول الله. تجلى أهلا أحبابي وسهلا. وعلى العشاق تجلى أهلا أحبابي وسهلا. ما قال لباك كلا يا عطف رسول الله. بطيبة طه ودعوت بطه الله. ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله. أن يحشرنا أولا على حوض رسول الله. سلامي على طيبة يا طيبة يا طيبة يا دار يا اشتقنا لك والهوى ندانا والنبي دعانا. يا طيبة الله
بقدوم الهادية بشراكي بشراكي يا طيبة بشراكي بقدوم الهادية بشراكي بهني بالحمى وياكي يا حبيبي أنا عاشق والهان أنا عاشق إليك نشتاق والله يا طيب الفراق والأقصى ما غاب عن بالي يا طيبة يتيم الولهانة يتيم الولهانة يا طيبة يا قولوا معي يا رب العالمين صلي صلي على طه الأمين في كل وقت وحين الله يا رب العالمين صلي على طه الأمين وحيد حسبي ربي جل الله 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 ما في بقلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله سوا الله هي شفاء الصدور أعلى أعلى شفاء الصدور الله يا نور على نور ذكر مولانا الغفور حسبي ربي جل الله 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 ما في بقلبي غير الله على الهادي صلى الله 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 نوروا فيها المكان إن أفضل الجنان حسبي ربي جل الله 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 ما في بقلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله صادق الأقوال يا منبع الأنوار يا منبع الأنوار يا خير خلق الله 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 يا رسول الله
الجميل الله الله والآيات والتنزيل الله صاحب الوجه الجميل الله الله والآيات والتنزيل صاحب الطرف الكاحل محمد رسول الله. ايه العمل يا حماد الله يوم طلعت المشهد ايه العمل يا حماد يوم طلعت المشهد وكلنا يشهد أنك رسول الثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى نية القبول الفاتحة. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. السلام عليكم.